السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أبو موسى، نحبكم في الله. أحبك الذي أحببتني له. سؤال من بعد إذنك. أنا كنت مرة أتناقش مع أحد الأخوة من الأشاعرة، مهم. فأوجد لي تفسير في الطبري عن قول ابن عباس رضي الله عنه أنه أول الكرسي إلى القوة. فهل من الصحابة أو من السلف أحد أول؟ لحظة، الكرسي إلى العلم ولا اليد إلى القوة؟ لا، هو في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، أولها أنه معناها القوة. القوة ما في، إنما العلم هذا الذي ورد عن ابن عباس. نعم نعم، ممكن العلم صح، ممكن أنا ممكن أخطأت. نعم. ف طيب، ابن عباس ورد عنه كلامان في تأويل أو في تفسير الكرسي الوارد في الآية. الأول نعم أنه قال موضع القدمين، والثاني قال العلم. والثابت عنه والصحيح إسنادا هو أنه قال موضع القدمين. ولكن لو أن عالما قال معنى الكرسي العلم في هذه الآية، فلا نقول إنه سلك مسلكا مخالفا لأهل السنة. لماذا؟ لأنه لا يكون مخالف لأهل السنة حتى ينكر الكرسي لله سبحانه وتعالى. يعني نعم هذه الكلمة تحمل في اللغة معنيان، معنى العلم ومعنى الكرسي الذي هو موضع القدمين. فقد يقول أنا أرى أنها وردت بمعنى العلم، نقول له هل تنكر أن لله كرسيا؟ يقول لا، أعوذ بالله، بل أثبت. فنقول إذن أنت من أهل السنة. الذي ينكر أن لله كرسيا هذا هو الذي يكون من أهل البدعة. فحتى لو صح عن ابن عباس أنه قال كرسيه علمه لا يضر.